الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم تحت عنوان الصيام جنة. ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، في لفظ ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه يبين لنا حكم الصوم، وفي بعض الأحاديث يبين لنا كيف نستثمر الصوم، ما هي نتائج الصوم. ومنها هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. ما معنى جنة؟ جنة أي وقاية، ومنه المجن ومنه الجن، لأنها تستتر عن الناس لا تراها العيون. الصيام جنة. جنة من ماذا؟ انتبهوا إلى هذا الكلام. جنة لصاحبه من ارتكاب المعاصي وهو صائم، فعندما يكون جنة له من ارتكاب المعاصي في الدنيا يكون جنة له من النار يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وبين صلى الله عليه وسلم هذا في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.